ألذ وأقوى المطاعم، مكان غني عن التعريف، عندهم 13 فرع حول المملكة، معروف فتة وصنوبر. والمذاق اللبنيني طبعا، أجواء المكان تجنن، الديكورات، الإطلالات، الإضاءات الطبيعية، مكان رايق، في جلسات خارجية، وهذه الجلسات بالدور العلوي. أحلى جلسة وأحلى إطلالة، واللي يحبون الخصوصية عندكم هنا جلسات فيها بارتيشن. شو بيحكوا باللبنيني؟ كتير رايق. من أسرار نجاح حقهم جودة اللحوم، لحم نعيمي طازج يوميا. طبعا اللحوم والدجاج. طبعا أجمل منظر وأحلى رائحة ممكن تشوفها هنا. طبعا ما شاء الله تبارك الله، دائما زحمة تلقون عندهم. تعالوا شوفوا نظافة المكان. أحلى سلطات وأحلى مقبلات. التغطية اللي ما تحتاج إلى تعليق، الصور تتكلم، الفيديوهات تحكي. شوف التفاصيل الجميلة اللي بالفتوش. سلام، الله يا حبيبي. طبعا هذا دجاج بالليمون بالكسبر. طبعا هذا من الأطباق الجديدة بفتة وصنوبر. طبعا شكل الطبق مرة شهي، دجاج مع قطع البطاطا. والله مرة لذيذ، مرة طعم. هذا الخبز فريش. بعض المطاعم تجربه مرتين تمل منه، بعكس فتة وصنوبر هذا المطعم اللي ما ينمل منه، من جد ما تمل من أكله. مذاق لذيذ وخفيف ولذيذ ومميز. ما أحكي لكم عن الورق عنب. طبعا أحلى إعلان تسوي له مطعم أنت أساسا من عملائه، يعني تيجي تتكلم بقلب جامد، عارف المذاق حقه. وهذه المشويات. الحلو بالمطبخ اللبناني مطبخ متنوع، فيه خيارات كثيرة. اللحوم، الدجاج ولا غلطة عندهم، تتبيلة جدا لذيذة. وشوفوا كيف طريقة الشواء المميزة. كباب أعطيه مع الحمص، يا سلام. والكبة المشوية طبعا عندهم شيء خطير، شيء مميز. نعطيها دبس رمان، يا عيني. والله يا جماعة ألد كبة ممكن تجربها مع دبس الرمان حكاية. لما نتكلم عن الكبة المقلية نتكلم شيء على أصول. من الأطباق الجديدة عندهم الكوسة باللبن، طبعا يقدم مع الأرز والشعيرية. هذا من الأطباق الجديدة بفتة وصنوبر. شغل يا حبيبي، جربه ونعطيكم راينا. والله الطبق هذا مرة لذيذ. هم كل أطباقهم أساسا لذيذة، وأحلى عصيرات طبيعية. طريقة التقديم حقهم خطيرة يا جماعة. شنو هذا؟ لوح فنية. هذه كفتة بالطماطم. طبعا هذا من الأطباق المطلوبة بفتة وصنوبر. خطير يا جماعة. حلو بفتة وصنوبر، متجدد متطور دائما، كل مرة تجون تلقون أطباق جديدة. هذه فتة الربيان، هذا من الأطباق الجديدة عندهم. نجربه ونعطيكم رأينا. أول مرة في حياتي أجرب فتة ربيان. والله يا جماعة الطعم حقها مذاقها رهيب. المكان هذا بديع بكل تفاصيله. بالأسفل قطع الخبز، يا سلام. طبعا الشاي يتقدم ضيافة مجانية بعد الغداء وبعد العشاء. كنا معاكم بتغطية فتة وصنوبر بفرعهم اللي موجود بالدمام شارع 18. طبعا فقط تكتبون بجوجل فتة وصنوبر يجيبكم لين عند الموقع.